اصعب يوم كان يوم الدخول ده. واحنا داخلين اول ما وصلنا السجن احنا معانا 2 منتقبات، قلت لهم اقلعوا النقاب ده، فهم رفضوا، قالوا احنا مش هنقلع النقاب، هنقلعه جوه يعني. قالوا لها قولها هنقلعه جوه شويه قرب الزنزانه يعني عشان ما نقلعوش هنا. راح قالت لها ما انت لو ما قلعتوش انا هقلعه لك بنفسي. جم بقى الرجاله اقلعي النقاب ده، انا بدل ما انا اقلعه لك وحاجات زي كده. بس فهم رفضوا يقلعوا النقاب. بس بقى لحد ما ودونا ان احنا نتفتش، وانا كانت تقريبا اصعب حاجه في السجن يعني التفتيش. بيفتشوه تهيألي تفتيش مهم جدا 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 يعني. هو تفتيش ذاتي يعني، هي بتقلع و يعني هي بتبقى فرحانه يعني وهي بتعمل كده يعني. هي كانت اول حاجه بتطلب ان احنا نقلع هدومنا، المفروض ان هي بتسلمنا عبايه بيضه يعني. بس فهي بتطلب مننا ان احنا نقلع الهدوم. آه وفي ناس كانت بتطلب منهم حتى يقلعوا العيارات الداخليه يعني. وكانت آه وكانت تقريبا تحط ايديها في كل حته يعني كل المناطق يعني. بس يعني من وجهه نظرنا احنا هنبقى مخبيين حاجه يعني. بس واللي كانت بترفض كده يعني كانت بتعملها غصب عنها يعني. حتى كنا بنبقى 3 في الحمام، كانت بتفتشنا قدام بعض مع بعض يعني. حتى لما مره قلنا لها طب اقفلي الباب كانت بترفض يعني. بس دي كانت حاجه صعبه جدا يعني. حتى لما قلنا لها انت بتعملي كده ليه، قالت محدش ليه دعوه، مالكيش دعوه، احنا عارفين انتوا بتعملوا ايه يعني. وبيتهيألي ان التفتيش ده اصعب من التحرش اللي حصل حتى في الجامعه يعني. بيتهيألي يعني. بس لكن ما حصلش تحرش جوه السجن. لبسونا الهدوم ودخلنا على الزنزانه بتاعتنا يعني. احنا قاعدين في الزنزانه عسكري. بس لقينا جوه اصلا 12 طالبه ازهريه، 11 طالبه ازهريه ودكتوره اللي هي ممسوكه من عند الجامعه يعني، محطوطه في احداث جامعه الازهر. لقينا 2 من احداث رمسيس والحاجه ساميه اسم كرداسه، وكان معانا 2 جنيه. كنا 27 واحده في الغرفه في الزنزانه. 27 واحده. هو اصلا يعني هو ممكن يكون يختلف عن الاسم، ان هو في سراير وان هو في حمام، ده اختلافه عن الاسم. بس تقريبا هو برضك وضع مش ادمي اصلا ان حد يعيش فيه. الاسم نفسه الحمام نفسه كان اصلا مفتوح على الزنزانه. بس احنا لما دخلنا الزنزانه بقى احنا كنا قاعدين في الزنزانه 27 واحده، من ضمنهم يعني 25 سياسي واثنين جنايات. كنا اصلا الوضع اصلا ما ينفعش ان احنا نعيش فيه. اولا كنا قاعدين في 9 سراير، قسمهم بقى على 25 واحده سياسيه. كنا بننام بشكل صعب جدا، اصلا كناش بنعرف ننام، لدرجه ان احنا كناش بنعرف نمشي في الارض بتاعت الزنزانه. لو حد عايز يقوم مثلا من على السرير يدخل الحمام ما كانش بيعرف يمشي اصلا على الارض. الحمام صعب جدا استخدامه. اولا الحمام مفتوح على الزنزانه. التهويه كلها واحده، واحنا الزنزانه بتاعتنا جنبها اللي هو المكان بتاع الزباله. فكان يعني الريحه على طول كانت بتبقى صعبه جدا عندنا في الزنزانه. الاكل بتاعهم كان يعني مش كانوا بيسلمونا عيش وجبن حاجات زي كده يعني، حاجات تمشي يعني، بس ما اللي هو ما تكزيش حد. الميه اللي كنا بنستخدمها في, ال... في السجن عندهم يعني الميه وحشه جدا يعني. احنا اصلا ما كناش بنقدر نشربها. لا الميه ما كانتش بتقطع كتير، والنور اللي كان بيقطع كتير جدا. لكن الميه لا، اصلا الميه اصلا مش ميه زي اللي بنشربها في الحنفيه. دي ميه اصلا طعمها صعب جدا. هم قالوا لنا ان الميه دي فيها حاجه، بيحطوا فيها حاجات معينه يعني، بس ما نعرفش هم بيحطوا فيها ايه. بسبب ان احنا كانوا مانعين ان احنا نخرج من الزنزانه. في ناس جالها امراض يعني، في ناس جالها الغده واتنقلت المستشفى. بس بعد ما يعني عادت ناس تانية، لان هم كانوا مانعين خروجنا من الزنزانه حتى ما بنشوفش الشمس. فده كان يعني بدأ هيجيب لنا امراض.